ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. حطي لي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى الفيديو مناسبه. هي مناسبه حلوه. بصوا يعني ايه، نأسف لبشاعة المنظر ولحول المنظر. بصوا، اولا كده انا كنت عيانه جدا الفتره اللي فاتت دي. يعني كام يوم اللي فاتوا كده كان عندي شويه برد، بس برد شديد قوي بقى، سخونه بقى وحاجات كده كتير. فالنهارده المناسبه ديت هي بصراحه يعني خلتني فقت كده شويه وقمت كده اشوف هعمل ايه النهارده. تمام. اول حاجه كده هنعمل ايه، هنروق النهارده كل المهرجان دوت. طبعا هننضف بقى كل دوت، هنروق كده وهنظبط الدنيا وهنشيل كل الحاجات المكركبه ديت، وهنشيل كل البهدله دي دلوقتي وهنروق. وهاخدكم معايا كده هوريكم حاجه انا هجيبها. ف تعالوا بقى كده ايه، نروق الاول حاجه حاجه كده، وبعد كده بقى ايه نشوف هننزل نجيب ايه مع بعض كده النهارده. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. بقى انا كده روقت كده ايه يعني على بسيط. الكيس دوت او الشنطه ديت يعني فيها فايش. استنوا كده افتح لكم الفلاش. فيها فايش. العيال يعني كانوا بيسقوه في شاي. فدلوقتي مالك قال لي يا ماما اعملي شاي تاني، عشان انا هو ما فطرش معانا اصلا، يعني ما كلش معانا شاي وكده. فقال لي يا ماما اعملي لي شاي انا لوحدي، عشان ايه اسقي فيه ايه من الفايش. فانا سبته له هنا ولعت له على البرده، وابقى المروق وبعد كده ايه اصبه له. بالنسبه بقى للي هناك دولت، ده غسيل بتاعهم هم برضو، هطبقوا ايه واشيله لسه. تمام. لسه بقى هنكنس الارض، هنشيل كل ده وهننفض وهنعمل كل ده ونروق. بس اهم حاجه خليكم معايا، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. يلا نكمل. هنا بقى انا كده حطيت بقى التليفون على الكرسي كده علشان ابدا ان انا ايه اصور. وكل مرة هعمل فيديو هقول فيه عقبال ما اجيب الستاند، ربنا ينفخ في صورتي ان شاء الله واجيب الستاند. دلوقتي بقى انا كده شلت المروحة. احنا طبعا ما كناش حرانين ولا حاجة، ولا كنا حاطينها هنا عشان حرانين مثلا. بس هي كل الحكاية ان مش فاكرة كنا مطلعينها ليه عشان حاجة معينة، يعني مش فاكرة هي ايه بالظبط، بس كنا مطلعينها عشان حاجة معينة يعني. المهم فكنت نسيت اشيلها، فالمهم ايه شلتها بقى دلوقتي. المهم فانا عايزه اقول لكم الجو برد جدا 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 الى ابعد الحدود. و... ومناخيري لسه وجعاني برضه، يعني لسه برضه مخفتش، اللي هو بنسبة 100% من البرد. بصوا انا كده بقى بدأت ان انا اكنس الارض كده. هبدأ بقى ان انا اكنسها كده بقى وايه آه، اظبطها. عايزه اقول لكم الشقه انا مسحتها مسحه ايه يعني، مسحه السنين بالجرادل بقى وقعدت ادعك الارض بقى والحيطان ومش عارف ايه، واملى الجردل وارمي بقى وفي الارض وادعك ومش عارف ايه. بصوا الدعكه مية مية الكلام دوت. اول الاسبوع اللي فات تمام، قبل معايا بيومين اتنين. بعد كده تعبت، جالي البرد الشديد وكده شوية. طبعا بقى اليومين اللي فاتوا دولت او امبارح اصلا الجو كان تراب بطريقة، استغفر الله العظيم، يعني بطريقة بشعة، كان بطريقة شديدة جدا. الجو تراب قوي لدرجة ان انا التراب بلاقيه بيدخل لي من تحت باب البلكونة. بلاقيه التراب يعني ابص كده ورا باب البلكونة الاقي كمية تراب رهيبة، الاقي ورا باب الشقة كمية تراب مش معقولة، وابقى لسه كنسة حالا، مش قادرة اقول لكم. فبص كل حاجة اتطربت، كل حاجة حرفيا اتطربت. العفش اللي كان متنفض ونضيف ومش عارف ايه اتطرب، بالذات الكنبة اللي انا واقفة عندها ديت، اللي هي جنب البلكونة، لان هي كمان ان هي جنب البلكونة بقى، فواخدة الترابة، يعتبر واخدة الترابة كلها. دلوقتي بقى انا كده بطبق بقى الغسيل كده، علشان ده هدوم بتاعتهم هما، مش غسيل كتير يعني، هما الهدوم بتاعتهم هما. عايزه اقول لكم انا اصلا بادئه دلوقتي الترويق كده يعني قرب المغرب. ان احنا فطرنا ونزلنا رحنا عند واحده صاحبتي، رحنا وجينا وكده. فالمهم اللي هو ايه يعني،
يعني ما عملناش اي حاجه في الشقه، فطرنا ونزلنا على طول، حتى ما كنتش شلت اي حاجه مكان ما كنا بنفطر. فجيت بقى من بره حتى باللبس زي ما انا، ما غيرتش، اللي هي في البيت اللي قدامي على طول، اللي هي في البيت اللي في وشي على طول. فرحت طلعت بقى ايه اللي هو بدأت بقى في الترويق على طول كده. ف علشان بقى ايه ابدأ ان انا اجهز للاحتفال، او انا اسفة في الكلمة، او مش احتفال يعني احنا مش بنحتفل، بس هي إيه زي ما قلت لكم، زي ما يعني هقول لكم كده في اخر الفيديو. وهقول لكم دلوقتي تاني علشان بس هو مجرد ان كان في شويه مشاكل مع خالد في الشغل، فكان زعلان وكانت نفسيته تعبانه شويه. فانا حبيت ان انا ايه اهديه يعني وكده، ان انا اخرجه من الحاله اللي هو فيها بالحاجه ديت وكده. فانا يعني ايه بس ده لمجرد كده بس مش اكتر من كده، لكن مش احتفال. احنا مش بنحتفل، مفيش اصلا لبس ان حد يحتفل. آه طول ما اخواتنا بيموتوا احنا مستحيل نحتفل. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل مليون مرة. بص بقى انا كده خلصت الصالة ودخلت اوضة الاطفال اهو. زي ما انتوا شايفين كده. فانا ايه هبدأ بقى ان انا اشيل كل الحاجات دي، كل ده غسيل عايز يتطبق. والتيشيرت اللي في الارض دوت، ده الاصفر ده بتاع مالك، كان مغير وقلع وسابه. وهو اصلا كده كده انا معوداه ان هو يشيل الحاجه يحطها في الغسيل. على فكره هو كان واقف جنبي وانا بصور اصلا. بص بقى انا كده وقفت الفيديو ورجعت تاني كملت عشان اخلص. طبقت الغسيل وشدت المفرش اللي هو الشامبو دوت. وقت كده. انا طبعا وريتكم انا كنت فين وبجيب ايه. انا جبت دي تمام. وجبت رقم 8. عقبال ان شاء الله لما اوريكم ال80 كده انا بجيبه وبحطه. بس طبعا بص عشان هو انا سامعه صوته جه تحت، فانا ايه لما هو يطلع بقى واعمل له المفاجاه هصورها وهوريها لكم في اخر الفيديو. بس انا بسرعه كده هخلص الفيديو واقفله وهقول لكم مع السلامه دلوقتي، علشان انا سامعه صوته جه تحت تمام. فانا دلوقتي بقى ايه هقول لكم باي باي واشوفكم في فيديو جديد. بس اهم حاجه ما تنسوش تقولوا لي كل سنه وانتي طيبه. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده، واستنوني بقى دلوقتي لما اصورها لكم. بس انا هقول لكم دلوقتي مع السلامه. يا جماعه معلش بعد ما قفلت الفيديو نسيت اقول لكم حاجه. احنا مش هنحتفل الاحتفال اللي هو الاحتفال ده، احنا مش هنحتفل اصلا. هو بس انا جايبها له علشان كان في عنده شويه مشاكل في الشغل كده، فانا حبيت ان انا اخرجه منها مثلا باي حاجه كده، يعني ايه اغير نفسيته شويه. بس لكن احنا طبعا مش بنحتفل باي حاجه، يعني ان انتوا عارفين طبعا عشان اللي اخواتنا فيه مستحيل نحتفل، مستحيل ننسى، مستحيل نتخطى، مستحيل نعتدي المشهد ومش هنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا دلوقتي انا حبيت بس اقول لكم كده، لكن دلوقتي هفتح التورته واوريها لكم و يلا بينا. بصوا يا جماعه اهي، ايه رايكم فيها؟
على شكل قلب يعني، بص ومدلعاه. دي بقى رقم 8. بسم الله. عايزه اقول لكم انا جايباها والجو ساقع والجو تلج وجايباها سايحه برضو. بصوا هولع له بقى النار كده. بصوا ايه رايكم؟ يلا باي باي بقى، احسن مش قادره استنى عليها بصراحه.